الشباب بيوقفوني، يا استاذ مصطفى احنا بنتقتل وانتوا كذا وانتوا كذا، وفجاه لقيت العشرات جايين يجروا ويحاصروا السياره ويخبطوا على السياره، واحنا مش هنسيبك واحنا هنقتلك وانتوا كذا وانتوا كذا. فالحقيقه السواق يعني اعتداء لفظي بس ولا امتد للاعتداء لا ما بدني؟ حصلش اعتداء بدني، لان انا كنت ركبت العربيه، لكن حاصروا العربيه وحاولوا يقدروا يخرجونا منها، ما قدروش. العربيه اتقفلت، فبداوا يخبطوا على العربيه ويحاولوا يحصروها ويقفوا قدام العربيه، لولا ان السواق قدر ينفذ منهم. والحمد لله كله تمام، امر طبيعي ومتوقع. الارهاب سمه من سماتهم، ما هوش جديد عليهم، لكن الحقيقه لو حد كان هيقرب مني انا كنت هضربه بالرصاص، ولن اسكت ابدا لا عليه ولا على غيره، والحمد لله. احنا ما نتمناش طبعا الامور توصل لهذا الحد يا استاذ مصطفى، ويعني الحمد لله على لا سلامتك، يمكن، ده اللي نقدر لا نقوله. يمكن باي حال من الاحوال ترك الارهاب بشكل يعبث في الشارع المصري ويعترض الناس. هذا امر حقيقه خطير جدا، ولابد من التصدي له بكل قوه وبكل جسارة. شايف حضرتك ان دي يعني اصبحت السمه السائده في التعامل مع الشخصيات العامه اللي متعارف ان ليها موقف، خصوصا بعد نتيجه الاستفتاء، واللي اكيد زادتهم قناعه انهم انتهوا سياسيا؟ طبعا هؤلاء ارهابيين فقدوا رشدهم وفقدوا عقلهم، وبيمارسوا الان الارهاب ضد الجميع بلا استثناء، ولكن عليهم ان يدركوا انه الارهاب لن يقود الا الى مزيد من العنف، ولا احد باي حال من الاحوال يمكن ان يسلم بالخضوع لهذا الارهاب اللي اصبح منتشر في الشوارع. وهي قضيه بيننا وبينهم لن تنتهي الا باسكات هذه الجماعه الارهابيه واكتساسها من الجذور بالاساس. اللي بيعملوه ضد اي حد يعارضهم لن ينال من عزيمتنا ولا اصرارنا ولا مواجهتنا، وسنواجههم من مكان الى مكان، ولن نقبل ابدا بالصمت على ما يقومون به ضد مصر وضد الوطن ده. يعني ما تعرضت ليه يا استاذ مصطفى كان من مجموعه من الشباب، تعتقد ان في امل بعد اللي بيحصل في الجامعات وبعد الموقف اللي تعرضت ليه من امكانيه ما لاحتواء هؤلاء الشباب فكريا، ام ترى اننا في مرحله اصبح الحل فيها فقط امنيا؟ للاسف هؤلاء لا يفهمون ولا يعقلون اي تصرف. الذين اعتدوا ويعتدون على الجامعه ويحرقون محراب العلم، الذين دخلوا الى مكتب عميد حقوق القاهره بالامن ودمروه وحطموه رغم كل ما فيه من تراث، الذين حرقوا مبان في الازهر وفي جامعه الازهر، الذين يقطعون الطرق ويتآمرون على الناس في الشارع، كل هؤلاء لا يمكن حسبانهم الا مجموعه من الارهابيين الذين يجب بالفعل اخضاعهم للمحاكمه جميعا في مواجهه هذا الفعل الذي يقومون به. أشكرك أستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي، وحمد لله على السلامة يعني النهارده من هذا الاعتداء. أشكرك على وجودك معانا. أشكرك. دعونا نتعرف على الأوضاع في الألف مسكن، واحدة من البؤر اللي كانت مشتعلة النهارده، مع مراسلنا علاء رشوان. علاء، الوضع لديك الآن؟ منذ نحو 3 ساعات تمكنت قوات الأمن من تفريق مسيرات متفرقة لعناصر تنظيم الإخوان. هذه المسيرات ضمت العشرات جاءوا في صورة متفرقة من مناطق أحمد عصمت، مناطق عزبة النخل والمطرية وحلمية الزيتون، لتتجمع في ميدان الألف مسكن بصورة يعني تكتيكية مباغتة أصبح تنظيم الإخوان يتبعها مؤخرا. ليس يتبع الحشد الكامل صورة كاملة مرة واحدة، وإنما الحشد عن طريق مسيرات متفرقة يتم تتلقى هذه المسيرات في مكان متفق عليه، وهو ما شاهدناه بعد عصر اليوم في منطقة الألف مسكن. هذه العناصر قامت بإطلاق، يعني تحدثنا إلى بعض من ضباط الأمن الذين يعني تولوا مهمة تفريق هذه المسيرة، أكدوا لنا أن بعض من عناصر هذه المسيرة كان بحوزتها أعيرة نارية تم بالفعل استخدامها ضد قوات الشرطة وضد الأهالي وسكان المنطقة. كذلك تحدثنا إلى شهود عيان أكدوا أن كان بحوزتهم مولوتوف وأسلحة بيضاء قاموا بالاعتداء على بعض أهالي وسكان المنطقة. سيارات الإسعاف نقلت سبعة مصابين من هؤلاء الأهالي، إصابات يعني متوسطة، جروح في الأقدام والساق والأذرع. كذلك قامت هذه العناصر بإشعال النيران في عدد كبير من إطارات السيارات
لغلق الشوارع الجانبيه المطله على هذا الميدان الحيوي. كذلك اضرموا النار باحدى السيارات التابعه للحي، هي سياره تابعه لهيئه ونظافه تجميل الحي، قاموا باضرام النيران بها بصوره كامله. مناوشات وتحولت الى اشتباكات بين عناصر تنظيم الاخوان من ناحيه وقوات الامن والاهالي من ناحيه. قوات الامن القت القبض على 7 من هؤلاء العناصر، وكان بحوزتهم كما اشرنا نعم. بعض الخرطوش وهل وبعض تم فض المسيره الان؟ الوضع الان عادت الحركه والسيوله المروريه الى سابق عهدها في هذا الشارع الحيوي في كلا الاتجاهين. نعم. تمركزت قوات الامن على اطراف الميدان بصوره مكثفه تحسبا لتجدد هذه الاشتباكات لا قدر الله. اليك. نعم، شكرا لك علاء رشوان من منطقه الألف المسكن. دكتور احمد عفيفي، كنت تتحدث قبل مداخله الاستاذ مصطفى بكري عن الاحتواء الفكري. وقعة الاعتداء على الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى بكري تصادف وجود بعض شباب الاخوان، يعني استمعت الى ما رواه. انا طبعا بقول للاستاذ مصطفى بكري الف سلام عليك وربنا يحميك ان شاء الله، لانك من الرموز الوطنيه الحقيقه. ولكن انا عايز اكمل فكرتي يا استاذ ايمن. اتفضل. حل امني يعني ايه؟ يعني ان انا انفذ واعمل اعمل القانون. كل من يخرج على القانون يتم محاسبته، وبعد كده يبقى في قضاء ناجز بحيث ان يبقى في سرعه محاسبه كل من يخرج على القانون عشان يبقى في ردع على الارض. دي فكره الحل الامني. ولكن الحل السياسي انا عايز اجابه هذا الفكر وعايز افضح هذا الفكر. فازاي انا اعمل ده؟ لابد ان يكون هناك واعتقد يمكن النهارده حضرتك نازل في كل المواقع الالكترونيه وفي كل الاخبار ان الدعاة في المساجد في خطبه الجمعه بينادوا النهارده ان الحقيقه يعني نوقف العنف فورا. فانا عايز اقول لحضرتك هو من يستجيب لوقف العنف؟ المفترض وانا لابد ان اخاطب الفكر بالفكر. ما انا مش كله هيبقى حل امني، لازم ان انا اشوف الناس دي بيتم تجنيدها ازاي، لازم اوقف مصادر التمويل طبعا. كل ده لازم يقف فورا، لازم اشوف الناس دي بتفكر ازاي واشوف في اطار الاحتواء الامني مش الفكري. لا، انا عايز حضرتك يبقى في فكر يجابه هذا الفكر بجانب الحل الامني، ما يبقاش مقتصر الحل على الحل الامني فقط. ليك تعقيب يا استاذ عصام، خصوصا ان مصادر التمويل يعني واحده من الامور اللي تجفيف منابعها اكيد هيساهم بشكل كبير في تخفيف وطأة المظاهرات الداخليه. صحيح، انا بعتقد ان يعني ما قاله احد المسؤولين المصريين انه يعني عندما طلبت قطر بعد اعقاب 30 يونيو يعني ماذا تريد مصر من قطر؟ قالوا للإخوة القطريين لا نريد إلا شيء واحد فقط، وهو إغلاق صنابير الدولارات، لأن كل دولار قطري يدخل إلى مصر يساوي دماء. يعني فيه تمويل طبعا واضح انه يعني على المستويين، في مستوى المصرفي ودي لها ألاعبها لشركات كبرى وأجهزة استخبارات عالمية هي اللي بتقدر تعمل يعني هذه الدوائر الصعب الامساك بها. وان كان انا اعتقد يعني ومن مصادر ان هذه الجزئيه تم التحكم فيها بنسبه كبيره جدا. وده اللي يوضح لحضرتك ليه لما بيقبض على حد من الاخوان تلاقي معاه شنطه دولارات، لانه مش عارفين يتصرفوا فيها مصرفيا الان. ده جزء يمكن للدكتور احمد بيقوله المقصود به هو يعني فكره خلق جدل فكري حول القضايا المهمة جدا، لأنه سؤال على سبيل المثال بهذا الجدل الفكري. ما أنا هقول لحضرتك فيه عدد كبير جدا من الشباب المنضوين تحت هذه الجماعة متعرضين لما يسمى بغسيل المخ. لما حضرتك تقري يوميات جوبلز على سبيل المثال صدقيني مش هتفرق في حرف واحد عن يوميات منصة رابعة. يعني فكرة الحرب النفسية التي ابتناها جوبلز لهتلر كنظام فاشي هي اللي اتعملت في جزء شفناه بعيوننا وسمعناه بأذاننا في منصة رابعة. إذا أنت أمام قطاع كبير من الشباب هو يصدق أنه جاء مدافعا عن الأقصى وأنه جاء مدافعا عن الإسلام، وأن يعني أن هؤلاء القوم من الكفرة اللي هم إحنا أو الجيش أو الكذا. وبالتالي أنا بتصور يمكن اللي الدكتور أحمد بيقصدوه هو طرح أفكار عامة على المجتمع للنقاش حول مثلا قضية المواطنة. هل الإسلام بيتعارض مع المواطنة؟ قضية الأممية اللي هم بيقولوها اللي أنا يعني حلايب إيه يعني؟ أوزع الوطن كده حتة هنا وحتة هنا، لأنه إيه يعني لما يحكمني تركي ولا ماليزي ولا أنت عارف هذه الأفكار يعني أنا بحييك وبشكرك على هذا الإيضاح، ولكن ده كمان هيخلي المجتمع يلفظهم. هو لا أنا عايزه هو يفهم، أنا عايز الشاب نفسه يلفظهم بهذا الحوار. لا المجتمع لفظهم يا إيمان، لا المجتمع خلاص يعني المجتمع في بالأرقام لفظهم وانتهت هذه المسألة. إنما احنا عايزين نوصل لأولادنا، لأنه في النهاية هذا الإخواني ليس مستورد،
ده ابني واخويا واخوكي احنا عايزين نوصل لعقله. كيف نصل الى عقله؟ ان احنا نناقش القضايا الفقهيه من منظور فقهي سليم. واحنا عندنا يعني الازهر كمؤسسه عريقه جدا. طبعا. وبعدين نفكرهم انه يعني كيف كان الرسول يحب وطن. يعني اللي يقف على اطراف مكه وهو يبكيها لانه راحل عنها ومش قادر يدخلها، لا الا يجعلني ذلك باكيا على مصر، على حلايب وعلى شلاتين وعلى سينا وعلى كذا. بس هي انا اقصد ان هذه الافكار اللي بتتعارض مع فكره الوطن وفكره المواطنه وفكره التعايش السلمي وفكره الحريه، دي اللي لازم نناقشها عشان ولادنا يبداوا يسمعوا. هيسمعوا فقهاء جدد، ويسمعوا شيوخ افاضل، ويسمعوا علماء لهم باع طويل في هذه المساله، وبالتالي نقدر ندخل الى ذهنيه ذلك الطالب الذي انضوى الى هذه الجماعه للاسف الشديد تحت ده جزء. الجزء الثاني الاخطر في تصوري انا الشخصي ان عدد كبير من هؤلاء الشباب تدفع لهم المصروفات وتضمن لهم وظائف بعد الانتهاء من الدراسه وبيؤمنوا في مستقبلهم. اذا الجماعه هي الدوله الحاضنه لهم وما دونها ليس دوله حاضنه. وده اللي هيحل جزء كبير من اقرار الدستور. احنا اتكلمنا عن الصحه، الملف الصحي اللي هتتضاعف ميزانيته 3 أضعاف، الملف التعليمي اللي ما حدش هيدفع لك مصروفات مش هينفع خلاص، الدوله ستقوم بذلك. راضي فكره الفقراء ومحدودي الدخل وملف العداله الاجتماعيه، بس دي مش امور هتكون مداها طويل للتفعيل. ما هو احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول انه في حل امني لا يمكن التخلي عنه ابدا. لانه ايه؟ الذي يهددني بالقتل لا يمكن ابدا ان انا اروح ارمي عليه ورده. يعني نحن لسنا في عصر المسيح. وبالتالي هذا الحل اللي ماشي لازم يبقى جنبه حلول اخرى تقضي على الفقر وعلى الجهل. والجهل على فكره بقى ليس الاميه، الجهل بما فيهم اخويا اللي راح انضوى تحت لواء هذه الجماعه في ظل سيطره افكار هلاميه واوهام غريبه جدا، لدرجه يعني هذا الشاب الذي يعني انتقل الى رحمه الله منذ يومين يعني كاتب على الفيسبوك انه نفسه يعمل حاجه واحده صح في حياته، فالحاجه اللي راح يعملها صح للاسف الشديد كانت خطأ. ده اللي هو الشاب اللي محمد اللي هو بات في جامعه القاهره. يعني كاتب على الفيسبوك ان هو نفسه يعمل حاجه صح حسب ما سيطر عليه من افكار. هو متصور راح بيدافع عن الاسلام وعن المسلمين وعن كذا، وهذا ليس صحيح. هو ده يمكن اخويا الاستاذ عصام بيتفق معايا في الفكره، حلول امنيه وعلى التوازي حلول اخرى تتعلق بالفكر، ان جابه الفكر بالفكر من خلال الاعلام، تفعيل دور الازهر، تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، دور الحكومه، كل دي لابد ان يكون هناك مجابهه لهذا الفكر. ابدا على طول بان انا اغلق صنبور الدولارات زي ما عصام بيقال واشوف اي دوله بتعمل ده وان انا اقف معاها وقفه جاده الحقيقه. ولكن انا عايز يا استاذه ايمان مش عايزين نقف عند بعض المشاكل اللي حاصله دلوقتي. احنا بدانا خارطه الطريق، بدأنا بلجنة ال10، بدأنا بال50، حطينا وثيقة الدستور، عملنا الاستفتاء، إن شاء الله بكرة يسعد الشعب المصري بإقرار هذه الوثيقة. فدي الخطوة الأولى في خارطة الطريق. بكرة احنا منتظرين النتيجة تعلن بشكل رسمي إن شاء الله. كلنا متفائلين إن شاء الله ودي خير، ولكن احنا عايزين نمضي قدما للأمام. عايزين، يمكن كان سيادة الرئيس عدلي منصور قاعد مع التيارات السياسية المختلفة ومع رموز الحقيقه الرموز السياسيه المختلفه عشان نشوف احنا هنبدا بالانتخابات الرئاسيه ولا الانتخابات النيابيه، وهو ده اللي احنا عايزين نبص عليه في المرحله اللي جايه ان شاء الله. مش عايزين نقف بقى عند بعض المحكات، هتعدي مش عايزينهم يعطلونا. ده الفكر الحقيقه اللي احنا يجب ان احنا نتكلم في المرحله اللي جايه. لكن يعني رغم ذلك، رغم هذه الخطوات المبشره، يعني لابد ان نعترف ان العنف في الجامعات هو اكيد مصدر قلق، سواء فيما يتعلق بعدم الرغبه في تعطيل العام الدراسي، لكن العنف واقع. العام الدراسي في الجامعه يشهد احداث متكرره مليئه بالعنف، وهي بؤره التوتر التي لازالت السيطره عليها صعبه. ما انا اصلا عايز اقول برضو لحضرتك حاجه، احنا بنخلص من 80 سنه، يعني الناس لازم ندفع الثمن. اولا لا حريه بدون ثمن، ولا يمكن لوطن يتخلص من فكره ارهابيه بين يوم وليله، ولا تقدري حضرتك في سنه تتخلصي من افكار تعيش بيننا ل80 عاما. نعم. وخدي بال حضرتك اللي اكتر من 80 عام ده هو في صوره الضحيه